كل شي برا عائلته بألد وأسرع طرطة لهاد راس العام هادي ما غاديش تلقاو أسهل منها. كتجي بنينة بزاف ولذيذة وبمكونات اقتصادية بدون خلاط كهربائي وبطريقة جدا مبسطة. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في الطبقة اللي غادي تكون ديال الجينواز 2 حبات ديال البيض. هذا غادي يكون غير كيك ولكن كيجي خفيف بحال القطن وبحال الجينواز، يعني هذا نقدر نقول لكم بديل الجينواز. انا 2 حبات ديال البيض بحرارة المطبخ، 6 ملاعق من السكر، ساشي من الفاني ما يعادل 7 غرام. نخلطوا المكونات بشكل جيد حتى يصبح اللون ديال البيض فاتح غير بالخلاط اليدوي. بطبيعه الحال اذا كتوفروا على خلاط كهربائي بغيتوا تخدموا به ممكن. من بعد ما صبح داك البيض مخلط مزيان مع السكر غنضيفوا 6 ديال المعالق ديال الزيت، نخلطه بشكل جيد. ثم غادي نضيفو 6 ديال المعالق ديال الماء الدافئ. القياسات كلها بنفس الملعقه. الماء كنضيفوه ملعقه بملعقه وكنخلطوه جيدا بالخلاط اليدوي. كل مكون وكنضيفوه الا وكنخلطوه مزيان باش يعطينا نفس النتيجه ديال الخلاط الكهربائي، بالخصوص الاخوات اللي غادي يطلعوا غير هكذا بالخلاط اليدوي. من بعد غادي نضيفوا 6 ديال المعالق ديال الدقيق، اما يكونوا عندكم مغربلين او توضعوهم هكا مباشره في مصفات وتبقاو تغربلوا شويه بشويه وانتم كتخلطوا. وضعت 10 غرام ديال خميره الحلويات، تقدروا تضيفوا غير كيس واحد ديال 8 غرام كافي او ملعقه صغيره مملوءه. نخلطوا الدقيق والخميره مزيان وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط كيكون خفيف ما كيكونش قاصح، وهذا هو السر النجاح ديال هذا الكيك اللي غادي يجي خفيف، هو داك الخفه ديالو. خديت اطار اولا خذوا اي مول عندكم 20 على 24، فرشت انا الورق ودهنت الورق حتى هو بالزبده ورشيت بالدقيق. اي صينيه دهنوها ورشوها بالدقيق او فرشوا الورق وحتى الورق دهنوه بالزبده ورشوه بالدقيق. صافي كنوزع الخليط في الصينيه وغادي ندخلو الفران اللي يعني مسخن من قبل على 170 درجه اذا الفران غازي، نار متوسطه. وندوزو ان شاء الله نحضروا الكريمه. في الكريمه غادي نحتاجو كاس ونصف من الماء البارد، يكون عندنا في الفريغو واخا يكون فيه قطع ديال الثلج مزيان، يعني كل ما كان بارد الكريمه كتطلع عاقده اكثر. ممكن تضيفوا حتى 2 ديال الكيسان ديال الماء على حسب شحال بغيتو ديال الكريمه، فانا ضفت غير كاس ونصف. غادي نحتاجو الكريمه، بالنسبه انا غادي نستعمل معكم هذا الكريم شونتي. بالنسبه للاخوات اللي كيتوفروا على الطراب طلعوها بالطريقه العاديه او بالخلاط الكهربائي الباتور. بالنسبه اللي ما متوفرش غنطلعوها ان شاء الله مع بعض في القرعه اولا في القنينه. بالنسبه للكريمه حتى هذه ديال الكلاص بنكهه الفانيلا فكتجي زوينه وكتجي ممتازه. فغادي ناخذ الكريمه وغادي ان شاء الله نوضعوها فوق الماء. وبالنسبه انا دائما وفي غالب الاوقات كنطلع الكريمه بالماء، كتبقى صالحه، يعني الطرطه ديالكم واخا تبقى 3 ايام 4 ايام 5 ايام ما تخافوش انها تخسر، يعني كتبقى مزيانه. من بعد ما صبيت الكيس ديال الكريمه غادي نحكم الاغلاق ديال القرعه بالسلوفان، وهنا غادي نقول لكم ديروا 3 ولا 4 ديال الطبقات ديال السلوفان باش ما تقطعش. وغادي نبداو نحركوا بهذا الشكل. فالكريمه كتطلع بواحد السرعه فائقه، يعني بواحد السرعه اللي ما تتخيلوهاش. بالنسبه انا هنا دقيقه وحاولت ما نقطع لكمش التصوير نهائيا باش تشوفوا، فلهذا قلت لكم حاولوا ديروا 3 طبقات، لان الكريمه ما شاء الله بداك الجهد بحال كتطرطق داك السلوفان. وبها نيت شفتوا يعني الكريمه كيف كتطلع، يعني ما شاء الله كتطلع. هنا غادي تشوفوا قوامها وانتم كتحكموا واش تخليوها خفيفه شويه ولا حتى تقسح. فانا جاتني باقه شويه خفيفه، غادي نزيد نخلطها واحد دقيقه اخرى. بالنسبه في 2 دقائق كتطلع لكم الكريمه، يعني ما كتاخذش وقت نهائيا. هذا قوامها، يعني من بعد ما خلط دقيقه واحده كيكون هذا القوام عاقده ما شاء الله.
دقيقه وطلعت الكريمه لكن بقى خفيفه شويه، نزيدو نخدموها واحد دقيقه هكاك. فغادي نعاود ندير 2 طبقات من السلوفان باش ما تعاودش هكا تقطع وتعلق ليا الكريمه بالغطايه. ممكن ديروا اي بلاستيك ماشي بالضروره السلوفان. ومن بعد ما خلطت واحد شويه كتكون الكريمه ديالنا جاهزه عاقده. فهي منين كتعقد ما كتبقاش تبغي تتحرك، يعني ماشي بحال الاول، يعني كتكون خفيفه كتتحرك يعني بحال يعني حاجه سائله. منين كتطلع وكتعقد فيعني ما كتبقاش تتحرك ليكم في القرعه بزاف. فهكا كيكون القوام ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه انا غادي نزيد ليها واحد الفلون. بالنسبه ليكم نتوما اللي بغيتو تزيدوا فلون ولا تزيدوا الكراميل ولا تخليوها هي بالمذاق ديالها ولا تزيدوا الفاني، فكتبقى على حسب الرغبه ديالكم. فانا هذه البيضه كنبغيها كنسمه، ممكن تزيدوا لها حتى نسلي او حليب، اي الحليب المحلى المركز. فزدت لويتها كالقنينه غير في واحد المنديل باش ما كتزلقش من اليد، وخلطتها على ما انسجم ليا معها الفلون. وهذا هو القوام ديال الكريمه، كتجي رائعه. وسبق لي وحضرت معكم الكريمه ديال الشكلاط في القرعه، فغادي نخليها لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق بالنسبه للاخوات اللي بغاو يطلعوا الكريمه ديال الشكلاط. شوفوني كيفاش طلعتها. والجينواز ديالنا من بعد ما كيطيب كنزيد نحمرو شويه على الوجه وكنخرجوه. ما كياخذش وقت طويل في الفران، ولكن ردوا البال يعني حتى تشوفوه تحمر من الاسفل وطلعت عليه يعني واحد الصفوريه على الوجه. عاد طفيو عليه خليته حتى برد تماما، عاد غادي نزينو. اذا مزروبين ممكن تزينوه في داك الاثناء. غادي نحيد الجوانب باش هكا نحصلوا على واحد الجينواز اللي زوين ومقاد. وبالنسبه للجينواز فكيجي اسفنجي وكيجي رائع جدا، والطريقه كيف ما شفتوا سهله وبسيطه. بعد ما حيدت الجوانب ديال الكيك فالكيك ما بقاليش يقاد الاطار، خديت واحد الكرتونه وغلفتها بالالومنيوم وطاكيتها بواحد 2 سليفات باش هكا يعني حتى من داك الجنب تجيني مقاده. غادي نسقي الطبقه ديال الجينواز الماء اللي عملت معاه معلقه ديال السكر وكيس من الفانيلا وخليتهم حتى طبخوا مزيان فوق النار وحتى فقدوا الحراره، وسقيت بهم الجينواز. ممكن تسقيوه بالمشروب الغازي او بالحليب باش ما بغيتو، لكن انا كنفضل اذا كنتو الطورطه ما غتاكلوهاش في نهارها من الاحسن ما تعملوش الحليب، لان الحليب يعني كيكون فيه واحد المده الصلاحيه اللي ماشي طويله، كتكون قصيره. لهذا يعني دائما في الكريمه وفي السقيه كنحاول نستعمل الماء. فعملت الطبق يعني الكريمه ديالي عملتها كطبقه ثانيه، وغادي نساوي الوجه جيدا. وغادي ناخذ النباج باش نديرو ان شاء الله طبقه ثالثه. فالطرطه من الاحسن في هذه المرحله دخلوها تشد راسها شويه في المجمد، عاد ديروا الطبقه ديال الجينواز. انا الكريمه كنت حطاها يعني فاش طلعتها كتحطوها في الثلاجه، ما تخليوهاش برا الثلاجه باش كتبقى محافظه على القوام ديالها. بما ان هي يعني الطبقه ديال الكريمه بارده غادي نزينها مباشره. خديت النباج ضفت معاه كيس واحد من الفلون ديال البنان، اولا تضيفوا فلون ديال الفاني. خلطت بشكل جيد كنحصلوا على هذا القوام. فاذا بغيتوا اللون غوز غادي تضيفوا الفلون ديال الفريز. بغيتوا الشوكو يعني هاد الطبقه هذه تكون بالشكلاط غادي ديروا النباج مع كيس واحد من الكاكاو، فغتحصلوا على طبقه هكا ديال الشكلاط كيف ما بغيتوا. يعني هاد النباج تخلطوه مع الفلون كتحصلوا على واحد الطبقه اللي زوينه ولذيذه. غادي نغطي دابا على الطرطه ديالي وغادي نحطها في الثلاجه حتى تبرد مزيان ونقدموها. بالنسبه للنباج انا درت الفلون حيت باش يكون هكا يعني متوفر عند الجميع. واذا ما بغيتوش الفلون غادي ديروا النكهات اما ديال الحامض ديال الفريز ديال الخوخ اللي بغيتو. حيدت الاطار وغادي نزين من الجوانب هكا بشويه ديال المكسرات اللي مطحونين. ومن القنوته درت قطع ديال الاناناس معلب، ودرت هكايا حبات ديال حب الملوك المعلب. وحتى التزيين اللي بسيط وغير بالمتوفر. بالنسبه للمكسرات اللي عندي مطحونه بالجنب ممكن تزينوا باللوز افيلي فكيعطي ايضا واحد المنظر اللي مزيون، اولا بالكوك باش ما بغيتو. دائما التزيين كيبقى اختياري، واخا تخليو الطرطه ديالكم غير بالطبقه ديال النباج في واحد الطبقه اللي زوينه وكتجي ما شاء الله زوينه. بغيتو تكتبوا في هاد الطرطه يعني تكتبوا فيها شي حاجه اللي بغيتو. فمن بعد ما كنقسموا لاطرط ديالنا كيكون هذا القوام كتجي رائعه جدا جدا جدا، كتجي لذيذه. والاهم اننا حضرناها في اقل وقت وباقل مجهود وباقل تكلفه.
وما شاء الله يعني كنحصلوا على واحد الطرطه اللي زوينه. وصدقوني الطبقه ديال الجنواز ناجحه زوينه رطبه، ويعني وكل ما بقات كتشرب داك السيرو وكترطب، واصلا كتجي رطبه، يعني اللي ما كيبغيش تسقيها وما بغاش يسقي ماشي مشكل، كتجي زوينه. الطبقه ديال الكريمه كتجي عاقده وكاننا طلعناها بالطرب وعملنا لها الجيلاتين. الطبقه ديال النقاش كتجي بنينه بزاف. وكتبقى هذه طرطه سهله سريعه بسيطه واقتصاديه، تحضروها تفرحوا بها عائلتكم، تهلاو دائما بيا وابدا فراسكم بالصحه والراحه اذا جربتوها. كنتمنى لكم ان شاء الله سنه سعيده، تدخل عليكم بكل ما كتمنوا ان شاء الله.